البيوت كالشجرة الطيبة، من قوله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا أحمد، أنا مش قادرة. طول اليوم بشتغل في البيت ومع الأولاد، ولما حماتي تطلب مني حاجة بعملها، بس بقيت حاسة إني بخدم غصب عني. يا مها، دي أمي، لازم تخدميها وتقدريها. هي تعبت وربتني، ومن حقها ألاقيكي واقفة جنبها. أنا مش ضد إني أساعدها، والله نفسي أخدمها لوجه الله. بس يا أحمد، في فرق كبير بين إني أساعد بمحبة وإني أتحط في موقف إجباري وأتعامل كأني خدامة. ما هو طبيعي إنها تتدلع شوية، انت زي بنتها. بس يا أحمد، حتى البنت محتاجة كلمة شكر. كلمة صغيرة زي جزاك الله خير أو تعبتيك معانا بتفرق في نفسيتي كتير. أنا عايزة أساعد بحب، مش وأنا حاسة إن كرامتي مهدورة. اللي حصل بين أحمد ومها بيتكرر في بيوت كتير. الإسلام وضح أن خدمة الأم مسؤولية الابن أولاً، لكن لو الزوجة ساعدت بنية الإحسان فده خير عظيم ليها. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي زوجة بتتعب وبتحتاج تقدير بسيط، كلمة شكر بتخليها تستمر بمحبة بدل ما تحس إنها مجبرة. والزوج لازم يكون عادل، يوازن بين بره بأمه ورعايته لزوجته.